صديقي العزيز، في الخطوة التانية من طريقة حل الروبيك كيوب هنتعلم ازاي مع بعض نعدي الخطوة أو نكمل على الخطوة بتاعة الوردة اللي لونها أبيض حوالين السنتر الأصفر. المفروض الخطوة اللي تحصل بعد كده هي إن أنا أجيب القطع الحواف اللي لونها أبيض دي وأنزلها على السنتر الأبيض ده، فيبقى عندي زي كروس كده، صليب لونه أبيض. وده اللي هنعمله مع بعض. الأول بس هفكرك إن اسمي محمود عقل، ويا ريت أشوف منك سبسكرايب كويس على الشانل أو فولو على الفيسبوك بيج. يلا بينا نشوف إزاي هنعمل ده مع بعض. صديقي، أنا ما حلتش أي حاجة دلوقتي غير الجزئية اللي فوق دي. عملت 4 حواف لونهم أبيض حوالين السنتر الأصفر، وكل اللي مطلوب مني دلوقتي إن أنزل اللي أنا عملته ده على الجنب الأبيض تحت، بشرط وحيد شريد، هو إن أنا أماتش أو أوفق كل قطعة من الحواف الأبيض دي، أماتش اللون اللي معاها الإضافي ليها، لأن إحنا اتفقنا إن قطعة الحواف بتبقى عبارة عن لونين، لازم يكون اللون اللي معاها موافق للسنتر اللي تحتيه. يعني مثلا هنا الأخضر مع السنتر الأحمر، ده مش هينجح معايا أوي. هلف السايد اللي فوق ده لحد ما يتوافق مع السنتر بتاعه، وبعدين بمنتهى البساطة عايز أنزل الأبيض دي عند الأبيض، السنتر الأبيض تحت خالص، فهلف الكيوب بتاعي لفتين لتحت. يلا نكمل اللي بعده. بسم الله ما شاء الله، عندي الأحمر متوفق مع نفسه، أنا مش محتاج فيه حاجة. آدي الحافة الأبيض اللي أنا عايز أحركها لتحت، واللون الإضافي اللي معاها هو اللون الأحمر، وكده كده متمركز مع السنتر الأحمر. فهلف السايد ده مرتين بحيث إن القطعة دي كمان تنزل لتحت. يلا بينا نكمل. آدي واحدة من الحواف اللي لونهم أبيض، لكن الside أو اللون التاني اللي معاها لون برتقاني وواقف عند السنتر الأزرق، فالكلام ده مش هينفع معايا. هلفه لحد ما يروح للسنتر البرتقاني، وبعدين هاخد الside ده برضو زي ما هو وانزله تحت مرتين. مرتين أقصد يعني لفيته مرة ادي 90 درجة، وكمان 90 درجة، فأصبح تحت. ما فاضليش غير البيس دي، الحافة الأخيرة، ودي موجودة معاها اللون الأزرق، فهروح للسنتر الأزرق وهاخد السايد ده كله برضو ألفه مرتين لتحت. ودلوقتي يا صديقي أنا نجحت في إن أنا أعمل كروس أو صليب لونه أبيض، وهي دي الخطوة رقم 2 في حل الروبيك كيوب. عندي نصيحة مهمة ليك جدا دلوقتي، إنك لازم توقف كل اللي أنت بتعمله وبعدين تتدرب على الخطوتين دول كويس جدا قبل ما تكمل الخطوة التالتة، عشان ما تحسش إنك متشتت أو عشان الموضوع فعلا ما يزهقكش. فلخبط المكعب بتاعك كتير جدا وارجع اعمله تاني، الخطوة الأولى والخطوة التانية، وبعدين ندخل على الخطوة التالتة مع بعض. بفكرك تاني إني اسمي محمود عقل، ومستنيك تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا عشان تشوف بقية الفيديوهات.